أحبائي وأعزائي متابعين قناة خبر في الجون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاية لكم النهاردة بخبرين أجمل من بعض. أول خبر هنسمعه مع بعض حالا، أما الخبر الثاني ففي كلمة وتغريدة مهمة جدا وجهها مانشستر سيتي للأهلي، هنعرفها في آخر الفيديو، فتابع معنا الفيديو لحد الآخر وما تنساش تحط لايك وتعمل متابعة للقناة ومشاركة للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. في 11 بتوقيت الأهلي، رأسية عبد المنعم تنهي لعنة الوداد ويتوج المارد بطلا لإفريقيا. توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه، بعدما فرض التعادل الإيجابي على الوداد المغربي بهدف في كل الشباك في إياب نهائي أغلى مسابقات القارة السمراء، لينجح بذلك انتزاع اللقب من قلب كازابلانكا. وأجرى اللقاء الختامي على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي احتضن النهائي الثالث على التوالي في سابقة من نوعها. وكان لقاء الذهاب باستاد القاهرة الدولي قد انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ما جعل الكفة شبه متكافئة بالنظر لقاعدة أفضلية الهدف خارج القواعد التي يعتمدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وكما هي العادة في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، انطلقت المباراة تحت تشجيعات الجماهير الحمراء التي حضرت اللقاء بأعداد غفيرة. وبالعودة إلى تفاصيل اللقاء، هيمن التوتر وتبادل الفرص الرائعة من كلا الطرفين في الدقائق 10 الأولى، أبرزها انطلاقة سامبو جونيور مهاجم الوداد في الدقيقة 5، واستمر الضغط المتواصل من أصحاب الأرض والجمهور بحثا عن الهدف الأول في الثلث الأول من عمر اللقاء دون الوصول لشباك الشناوي. وفي الدقيقة 27 نجح النادي المغربي في هز شباك الضيوف عبر هدف عن طريق ركلة حرة مباشرة بأقدام المدافع يحيى عطية الله. وفي شوط المدربين حاول الأهلي اختراق الخطوط الخلفية للوداد الذي حافظ باستماتة على صفوفه خشية تلقي هدف التعادل، وزج المدرب السويسري مارسيل كولر بكل من محمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر بدلا من حسين الشحات ومروان عطية في الدقيقة 59 لتعزيز الخط الأمامي. في المقابل أجرى المدرب البلجيكي سيفين فاندنبروك أول تغييراته مركز بمركز بالدفع بالمهاجم زهير المترجي بدل سيف الدين، وتوقفت المباراة لبضع دقائق بسبب الألعاب النارية التي أطلقتها الجماهير الحمراء في الدقيقة 69. كما دفع كولر بعمرو سولية بدل حمدي فتحي ومحمد شريف بدل عبد المنعم كهربا في الدقيقة 72. ونجح نادي القرن في تعديل النتيجة في الدقيقة 78 عن طريق رأسية متقنة من المدافع محمد عبد المنعم بعد ركلة بالمقاس من علي معلول. وفي الدقيقة 80 من عمر المباراة أجرى الوداد الرياضي تغييره الثاني بدخول رضا الجعدي بدلا من أيمن الحسوني، ومن الجانب الآخر دخل رامي ربيعة بدل بيرسي تاو في الدقيقة 86. وشهدت الدقائق الأخيرة أجواء مشحونة وهجمات متتالية من حامل اللقب الذي فشل في الحفاظ على عرشه وفي ملعبه وبين أنصاره ليتوج بطلا للقارة المرة الثالثة في آخر 4 سنوات. وبهذه النتيجة أنهى الأهلي لعنة الوداد في نهائيات دوري أبطال إفريقيا، ورسخ اسمه عريسا للقارة السمراء كأكثر الأندية تتويجا بدوري أبطال إفريقيا. إنها فعلا 11 بتوقيت العملاق القاهري الأهلي المصري. أما الخبر التاني معانا فهو مش محلي وبس، لا ده جاي من مانشستر سيتي للأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وبيقولوا لهم نكمل مع بعض الفيديو لحد الآخر عشان نعرف بيقولوا إيه. حرص فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على تهنئة نظيره الأهلي المصري بعد التتويج الأخير بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الوداد المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. ونشر مانشستر سيتي تغريدة خاصة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال إفريقيا، نراكم في المملكة العربية السعودية.
ويشارك الفريق الإنجليزي في منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية، بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بعد فوزه على حساب نظيره إنتر ميلان الإيطالي. كما يشارك الأهلي للمرة الرابعة على التوالي في منافسات كأس العالم للأندية بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، وحقق فريق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 من البطولة الإفريقية. وبكده بيكون الفيديو بتاعنا النهاردة انتهى. لو عجبك الفيديو اضغط لايك فضلا وليس أمرا، ولو أول مرة تشوف القناة اشترك فيها وفعل زر الكل علشان يكون دعم منك للقناة وكمان يوصلك منا كل جديد. متشكرة جدا على المتابعة لحد الآخر. كنتم مع خبر في الجون.